رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك أكيد. يطيب المغربية رح نفطر ساعة أذان الله أكبر ونعلي حسنا ونقول هيك. يا مساء الخيرات عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل واحسن حال. الفيديو ده النهارده بجد فيه تعب ناس كتير قوي، اولهم جوزي، تانيهم ولادي تعبوا معايا قوي قوي، ثالثهم انا المتواضعه ماي هاوس. بجد تعبنا قوي 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 قوي. يعني اللي هو الشقه الكام متر دي احنا اتفرهدنا فيها بجد. الشقق الضيقه يا بنات بتتعب بطريقه. فيلا بقى كده ايه، اتشجعوا معايا وحطوا لي كده اللايكات بتاعتي. والفيديو كده فيه حاجات بسيطه بس يعني على قدي، يعني حاجات كلها على قدي. فاتمنى كده ان انتوا تشجعوني وبجد وتفرحوني. وهخلي جوزي كده النهارده يقرا التعليقات كده. وبجد ايه دعواتكم كده لينا، او بجد تعب معايا. ايه اي نعم، غلبني يا رب ما يسمعني. غلبني والله العظيم، عشان خاطر يعمل لي الحاجات اللي ورا الشاشه اللي انتوا اصلا شفتوها صوره إيه خلفيه دي. بس بصراحه انا اتبهرت اللي هو بعد ما عملها كده اللي هو ايه. كنت بتعارك معاه. وكل شويه خلصني بقى. اول ما عملها اللي هو ايه، يسلم عليك. يخرش عليك. ايه الجمال ده. المهم، بص انا موطيه صوتي عشان خاطر الناس كلها نايمه وانا بسجل لكم، فاستحملوني بقى شويه ويا رب الصوت يطلع. المهم يعني بجد هو تعب معايا قوي، وانا تعبته ونرفزته، واللي هو ايه كان فاضل له شويه. امسك البتاع اللي في ايده ده وبدب. بس ايه اللي هو بقى إيه، كل شويه لا احط كده شويه، لا هات كده شويه. طب ما تيجي انت احسن. لا بيضحكوا بقى عليه. وانا كنت عارفين النجف بتاعي هتشوفوه دلوقتي، اللي هو عباره عن كور كريستال على قديمه، ده اللي من كام 15 سنه ده. المهم يعني انا كنت بلمعه كده، فبقول له طبعا انتوا عارفين انا بعمل حوادث في النجف ده، وبقعد اوقع منه بس ايه هو ما كانش موجود وانا بعملها. تمام، عشان ما يقعدش ايه يزعق لي، عشان بصراحه هو بيخاف على دماغي العيال مش بيخاف على النجفه. ساعات بيبقى في حد معدي كده وانا دب اروح منزله. اروح منزله ايه واحده كريستاله تقيله كده. فالمهم بقول له ايه رايك، لمعت بقى النجفه وقلت ايه كفايه بقى انت تعبت، وقلت ايه عشان خاطر يعني انا لمعها وكده، ايه رايك فيها؟ بص كده للنجفه فوق وبعدين يقول لي هي مالها خست ليه كده؟ قلت له خست؟ قال لي، قلت له ازاي؟ والله صدقته والمصحف صدقته. يعني بيقول لي ايه، انتي ما وقعتيش واحده كده ولا واحده كده؟ قلت له والله العظيم ابدا، انت ليه ظالمني كده؟ والله ما وقعت ولا وقعت على راس اي حد فيهم، الدار امان ما تقلقش. المهم بقى ايه، كان هو خلّصني بقى الحاجا خلّص لي يعني الحاجات دي كلّها. وأنا في ساعتها يعني فاهمين، اللي هو أصلًا كان خلاص يعني إحنا في مدرسة، يعني خلاص إحنا هنصحى عشان نروح المدرسة بقى، فاللي هو لأ أنا مش هاسكت، أنا لازم أخلّص بقى. هو يا دوبك خلّص من هنا، وأنا اللي هو كنا فاضل قد إيه، كانت الساعة تقريبًا 00:30 بالليل. فضلت بقى ايه رايحة جاية كده اتملكع، اللي ياكل واللي يتعشى واللي يلا ناموا واللي مش عارفة الكراسات والكتب والكلام بقى اللي انتوا عارفينه ده كله. وعايز اقول لكم اللي هو محتاسه انا يعني ما كنتش لسه اصلا جبت الكتب، فنزلت يوميها جوزي يعني بصراحه لقينا مكتبه كده فايه قلنا نجيب منها. فكان في مكتبة كده عاملة خصم 15%، فبصراحة قلت لا اجري بقى ايه اقول لجوزي يلحق وهو جاي، لان انا لسه عبال منزل مش هلحق، هو اقرب وهو جاي. فالمهم بقى جاب لي الحاجات دي كلها ومسكت بقى انا البيت. هو كان خلاص بقى الشنيور قصدي الحاجات بقى اللي هو بيشغلها مش عارفه شنيور والحاجات دي كلها كان ركب لي بقى الحاجات دي. وانا بقى مسكت البيت حرفيا. بصوا ما سبتش يعني حاجه كده تعدي من تحت ايدي. ده اللي انا عايزه اقول لكم عليه بقى. انا مش مسرعه قوي الفيديو المره دي، علشان خاطر الناس اللي بتقول لي بنتشجع وكده، فيلا بقى تشجعوا. ما سرعتوش قوي، مع اني المفروض السرعه بتحلي الفيديو اكتر، بس بصراحه انا قلت لا يعني اخليه كده يعني في الطبيعي كده تمام.
فبصراحة قلت ايه مش هخلي حاجة تعدي من تحت ايديكي. يعني ليه بقى؟ لان خلاص خليكي فاكرة واعملي حسابك. بصي يا بنات، الساعة دي من جوه لما بفتحها بلاقي عليها زي نقط بني من جوه، فاهمين؟ مش هي فيها لون بني، لا، اللي هي الارضيه بتاعتها بيبقى فيها زي، وبصوا هنا في كده زي تراب بيبقى مركون. فانا عشان كده قلت لا، مش هخلي حاجه تعدي من تحت ايدي. ليه؟ خلاص انا عايزه بقى الحمد لله. باذن الله باذن الله يا رب كده، اللهم اهله علينا كده لا فاقدين ولا مفقودين. اللي هو خلاص هو باذن الله اخر اسبوع في رمضان، اللي هو بقى ايه، مثلا هتشيلي كفر، هتبدلي سجادة، هتبدلي ستارة، الحاجات البسيطة. ولا هعمل التنظيف العميق ده ولا الهوا من الحاجات دي. مجرد اللي هي التنظيفة الرايقة، عارفين اللي هو الروتينات بتاعتي القديمة او اي روتين عامة الرايق ده، هو ده ايه اللي انا هعمله، يعني فاهمين؟ في نفس الوقت بقى ايه اللي هو احنا عايزين نبقى فاضيين وما نكعبلش نفسنا يعني، وخصوصا مع المدارس ده. انا اصلا يعني اللي هو انا يعني اللي هو مدرسة وصيام، فبرضه هيبقى علينا حمول ومجهودات كتير قوي، فكتر خيرنا. فعايزاكي بقى ما تسيبيش حاجة تعدي من تحت ايديكي. انا عن نفسي ساعات بلكلك اوعي تقول حد والله بلكلك زي ما كنت بلكلك منيش كده وانا بمسح. بصوا يعني ايه، لا ما تلكلكيش. انا عن نفسي بقول لك اوعي تلكلكي، اوعي مثلا تقولي لا الدرج ده هسيبه، لا مش عارفه ايه. هتلاقي نفسك في رمضان تقولي لا ده انا ما عملتش ده وما عملتش ده، ترجعي تاني تفتحي على نفسك فتوح. اقفليها اقفليها من دلوقتي وخلصيني. انا بقول لك اهو اقفليها، ما تفتحيش تاني. بجد الصيام مع السقعه مع المدارس، صدقوني هنبقى مفرهدين. احنا اصلا بقت صحتنا اللي هو يعني على قدنا. يا بت وطي ايديكي وطي ايديكي هتبلي الكنب ده انتي. ما علينا. المهم مش عارفه انا برفع ايدي لفوق علشان خاطر الكاميرا فالكنب بيتبل مني. المهم خلصت بقى بالمكنسه، ورحت عامله ايه الموم دي حلوه في ايه بقى قولوا لي، لان هي اصلا انا شارياها ولا ليها اللي هو الجردل بتاعها ولا اي حاجه، مجرد بس ان انا بعصرها كده في الطبق. حبه اي طبق عندي بلاقيه بروح حاطه، مش بتاع الاكل يعني، اللي هي الحاجات بتاعه الحمام. فبصراحه حلوه، هي بتعصر نفسها. التانية بقى لازم تشتريها بجردل والكلام ده كله، يا اما بقى اللي بتتعصر على ايدي. دي بصراحه حلوه مش بعصرها على ايدي. المهم بصوا خليتي الدنيا رايقه. انا ما حطيتش بقى يا بنات ديكورات وحاجات على الترابيزه. ليه بقى؟ لان انا عايزه احط الحاجات اللي هي ايه بتاعه رمضان، فسايباها فاضيه بقى كده علشان ايه احط باذن الله حاجات بتاعه رمضان. بصوا خليت الارض يعني حلوه كده نظيفه. يعني بصوا والله يعني اي نعم السيراميك بتاعي رايح في داهيه خالص وكده، بس ايه لا والله خليته حلو كده وجميل وعارفين لو تلاحظوا صوتي كده اللي هو ايه اللي هو كأني مبسوطة، اللي هو مش مبسوطة والله علشان خاطر الفرش الجديد بقى والستاير لا لا لا، مبسوطة ان انا يعني اللي هو ايه ده، الحمد لله يا ربي انا خلصت. يا ربي ده كان يعني عارفين انا نمت شوية، فمفكرة ان انا هصحى من على السرير الاقي المنظر اللي انا فيه. فلما فتحت عين ايه ده نسيت ان انا فرشت والله العظيم بجد انا مستعبطة قوي اللي هو ايه ده بجد، ايه ده انا فرشت، ايه ده انا ناسية. فلا يعني فترة وعدت بقى، فترة وعدت. المهم حطيتولي لايك، حطيتولي. يعني انا بقى غايبة عنكم بقالي 4 ايام. مفيش عاملة ايه يا ماي هاوس؟ مفيش اي حاجة من دي خالص. لا 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 انا زعلانة. قولوا لي عاملة ايه يا ماي هاوس؟ وحشتينا. ماي هاوس كانت بتفطس، كانت بتفرفر منكم يعني، تعبت كده وكنت سايبة الدنيا كلها تضرب تقلب وكنت تعبانة. فانتوا ايه طيب مش تسألوا عليا يا جماعة؟ انا زعلانة منكم. المهم حطوا لي بقى اللايكات بتاعتي فضلا منكم يعني وليس امرا. تمام؟ دي الزيارة بتاعتي تخشي عليا ما تخشيش بايدك فاضية. ايوه لا ما تخشيش بايدك فاضية. خلاص دعوة حلوة في الكومنتات وايه واللايك بتاعك. وتعالوا بقى، طبعا في ناس كتير يعني ريقها نشف مني وتقعد تقول لي حطي للكوشن بتاعتك دي كفر قديم. والله يا غالية ما عندي كفر قديم ناس كتير قالت لي، بس انا بصراحة يا بنات عندي البينك وعندي البيج. اوعدكم بقى لما يعني يبقى معايا فلوس، عشان خلاص فلست يعني، يبقى معايا فلوس ابقى ايه ابقى اجيب مثلا اسمها ايه، اجيب كفرات جديدة
يعني قماشة مثلا افصلها كده، فاهمين؟ اتنين، انا مش بجيب بالاربعة والستة وكده، لا انا بجيب اتنين واحطهم مع اتنين قدام، فاهمين؟ بعمل كده. خدوا افكار مني كده هتستفيدوا والله. يعني انا، انتوا عارفين انا بحب البساطة قوي. والله الشيلة اتفرفرت في ايدي، اللي هو شايفين انا كنت بعمل ايه، حته مدلدله من هنا على حته مدلدله من هنا. عايزه اقول لكم بجد الفيديو فيه كده مناظر هتعجبكم. انت لسه في الاول، انا قلت برضو ابين معاكم كل حاجه وكل تنظيفه وكل ترويقه. طبعا الكنبه انا خلاص، يعني انا الكنبه دي اللي هي دي كنت عاملاها معاكم، والكنبه التانية انا عملتها مع نفسي، فاهمين؟ وفي حاجات برضو ايه هوريها لكم ايه اللي عملتها مع نفسي يعني. كده كنت خلاص خلصت، وايه مش هفرش إيه لسه دلوقتي، يعني بحضر بس الحاجه كده ايه وبظبط. إيه وظبطت لي بقى ايه، هو انا هنا كنت فرشت السجاده، والله انا ما شايفه، ما علينا بقى. اصل يا جماعه انا بجد قله النوم خلاص بقيت مهيسه. اه والله ده انا فرشت، يا خروشي عليا مستعبطه قوي انا، مش عارفه اعمل ايه. مش عارفه بجد. بجد يا جماعه هيست والله. بس يلا دعوه حلوه بقى من قلبكم كده. وبجد لو اتنشطتوا كده في الفيديو ده والفيديو بجد عجبكم، لسه استنوا يعني هتشوفوا بجد في الفيديو حاجات حلوة، ومش في اخره ده يعني، يعتبر جاي دلوقتي هتشوفوا حاجات حلوة بجد هتعجبكم وافكار هتعجبكم. واستنوا بقى علشان اوريكم الحجر وكده. انا ما حطيتش ديكورات كتير ولا اي حاجه كتير علشان خاطر لسه مش عارفه هجيب ايه لرمضان او احط ايه لرمضان. وعايزه اقول لكم اللي هو انا عماله اتفرج كده. بصوا بقى اللحظه دي، استنوا هتكلم معاكم دلوقتي. عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم بجد. مبسوطه قوي قوي، والحمد لله الحمد لله، يعني فضل ونعمة ويعني بجد فرحانة 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 قوي قوي. هي حاجة بسيطة وممكن تكون عبيطة بس مفرحاني بجد والله. وعايزة بجد رأيكم، بس رأيكم بأمانة، يعني مش اللي هو مثلا تراودوني أو كده، رأيكم بأمانة. أنا ما جبتش طبعا الليد بروفايل، قلت لكم كان غالي عليا يعني في الوقت الحالي، فبصراحة عملت الشرايط الستانلس دي اشتريتها. ورحت حطوها كده قطعناها. جوزي جاب لما كنت مصوره لكم مره اللي هو بتاع الصاروخ ده، ومره تانية جبنا بقى الليد اللي هو العادي، اللي هو الورم العادي ده، فاهمين؟ وهنا كنت خلصت. استنوا هوريكم المنظر وهوريكم كل حاجه دلوقتي، بس استنوا ايه، هو احنا كده خلصنا؟ مخلصناش، ده احنا هنخش على بقيه الريسبشن من الفيديو. بصوا انا يعني مسرعه لكم سيكه كده بسيطه، بس ايه، بصوا في ثانيه الا ثانيه تعدي كده على ايديكي، واحد اتنين تلاته، خلصنا ايه، خلصنا البلكونه والشمس كانت طالعه. انا بدأ بالليل، بدأت من الساعه 3. بصوا خلينا ولا نجيله ولا بتاع، هي دي اللي عندي وهي دي اللي انا بحطها. نتفت ولا ما نتفتش؟ نتفت. حلوه ولا مش حلوه؟ حلوه. صوتي فرحان بيها ولا مش فرحانه؟ اللي هو لا كويسه وحلوه وعادي، مش بجد يعني، مش بتضايقني، بالعكس بحس ان هي لما باجي ادخل من البلكونه بتنضف رجلينا، يعني بتبقى رجلينا نظيفه. بصوا انا هنا بفتح لكم اليمين والشمال علشان خاطر اوريكم. بصوا المجرى انا هنا بقى ايه، كنت بصراحه كنت سيقتها مع نفسي فوريتها لكم قبل، ورحت بقى ايه في الاخر حتى. بصوا سايبه البريكس جوه، كنت بلمع الازاز ونضفت الارض والشيش بتاع اللي جنب ده كمان، في شباك شيش كده خلصته. والمجرى دي بصوا ما خلتش حاجه. فبجد بجد اوعي تخلي حاجه تاني، هقولك اوعي تخلي حاجه تعدي. بصوا والله عامل زي هو خشب بس بقول له يعني عامل زي الالمونتال. بصوا خليته ازاز كده في نفسه، نضفته ونضفت السلك ونضفت كل حاجه. هنا بقى دخلت على ايه، دخلت على البوفيه. انتوا عارفين طبعا كنا ايه، كان في كومنت جالي كده اللي هو كفاياكي بقى وما تجريش في العفش تاني. فافتكرت طبعا، انتوا فاكرين لما جرينا البوفيه ده من مكانه، فخلاص بقى ايه قلت انضفه كده بس من فوق، ممكن يكون في تراب عليه. وهنا بقى عارفين انتوا الكوبايات دي اللي كنا جايبينها مع بعض من فتره كده، وريتها لكم بتاعه رمضان، قولوا لي حلوه ولا لا. انا ما عنديش بصراحه كوبايات لرمضان غير هما دول، كنت جايباهم لما وريتها لكم في المشتريات كانوا 6. وبصراحه جبت الوانهم كده تبقى على شكل هو في ايه؟ التمر يعني، فاهمين؟ ودي كنا جايبينها من امتى يا ربي، تقريبا من شهر ونص يا بنات او من شهرين، شهر ونص مش عارفة. هو الفيديو كان موجود يعني بتاع المشتريات، هتلاقوها فيه. هنا بقى انا نضفت البوفيه وكده. بس مشكلة البريكس بصراحة ان هو زي ما انتوا شايفين كده بيعمل زي رغاوي
وبصراحة بيضايقني، هو بصراحة ريحته حلوة قوي 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 فوق ما تتخيلوا. بس مشكلته اسمه ايه، الرغاوي. وهنا بقى طلعت قلت بقى ايه اركب. انا هنا بقى كنت خلاص شغلت المكنسه كمان في الارض، وفي حاجات كتير قوي ما صورتهاش معاكم علشان خاطر عايزه انجز. وفي نفس الوقت بصراحه ما صورتش معاكم ليه بقى، قولوا لي. عشان كان المفروض البس الاسدال، وحضراتكم كنت سقعانه قوي الوقت دوت، اللي هو يا بنات لما يبقى طالع عليكي الصبح الجو ده بيبقى تلج، اللي هي القلبة ما بين النهار، يعني الليل والنهار دي بحس بتلج تلج، فاهمين؟ فاللي هو لا، مش هلبس سدال انا، وبعدين حروفه بقى بتتبل وبتلج. فلا، خلينا بقى ايه، خلينا كده. خلصت بقى، حطوا لي اللايك بقى، خلاص حطوا لي لايك كده وكومنتات. ماشي، بلاش بقى قلوب المرة دي بقى، خلاص بقى لنا فترة. أول درجة خدناها قلوب، تاني درجة بقى تعليقات حلوة كده. وعايزاكم كده ايه، كل لقطة كده قولوا لي بقى ايه الحلو وايه الوحش. وعادي، مش هزعل بجد. عايزه اقول لكم بقى، يعني مش عارفه انا هلاقي مشتريات رمضان يعني هتعجبكم ولا لا. لان انا بصراحه بعد الفيديو دوت نزلت جبت مشتريات رمضان. انا ما اعرفش بقى هي الحاجه خلصت، هي ايه اللي موجود. بس بصراحه يعني بصراحه انا يعني ان شاء الله ان شاء الله بجد الفيديو هيعجبكم. بس استنوا الفيديو اللي جاي على طول، يعني ده ان شاء الله باذن الله هينزل لكم بعده على طول باذن الله باذن الله. بس في حاجه انا يعني طالباها، يا رب تجيني ان شاء الله، هتجيني وباذن الله هنزل معاكم الفيديو المشتريات اللي هي بقى بتاعه الفوانيس والحاجات دي كلها ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه يا رب. انزل بقى معاكم. استنوا بقى الفيديو الجاي، والفيديو ده بجد محتاجه بجد ان انتوا تشجعوني قوي 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 بتعليقاتكم كده. ليه بقى؟ لان حرفيا انا تعبت قوي في الفيديوهات دي كلها، وحاجات كتير قوي كنت بحاول ان انا اعملها لوحدي. هتقولوا لي طب ايوه انت بتعملنا في ايه؟ ايه انت بتعملي في بيتك؟ والله العظيم يا بنات التصوير، انا هقول لكم على حاجه. انا وانا بصور الستاره اكتشفت ان التليفون ما كانش بيصور. المهم شلت الستاره، شلتها ورجعت تاني اصور. عارفين انتوا اللي هو كلاكيت تاني مره؟ لا ده التصوير ده متعب، يعني انتوا فاهمين. وبعدين الاقي، يعني عايزه اقول لكم احنا بيحصل لي اصابات في التليفون كتير. يعني اللي هو تلاقي مره واحده التليفون في الستاند وهوب واخد له هدر. انت فاهمين؟ فبتحصل حاجات كتير وبتبقى عطلة، يعني انت فاهمين اللي هو انت كل حاجة عايزة تخلص. يعني حتى لو تاخدوا بالكم في الفيديو اللي هو طب انا عايزة اخلص البلكونة، والبلكونة كلها على بعضها يعني مش كبيرة قوي، هحط الستاند فين بس فاللي هو لا لا لا، انا هوريها لهم قبل وبعدين اوريها لهم بعد، انتوا فاهمين؟ فاللي هو خلاص بقى انا عايزة انجز وجسمي تعبني وسقعت. فيلا بقى ايه، شجعوني وتشجعوا كده إيه معايا. بصوا بقى، بصوا الافتكاسه اللي انا فيها، محتاسه، يعني انا محتاسه. إيه، عايزاكم تعملوا الفكره دي، اللي هي العلاقه اللي في النص اللي انا حطاها دي. انا حطاها ليه يا بنات؟ لان الماسوره بتيجي من التقل كده وبتتقوس كده، بتتني لتحت، فاهمين؟ فكل اللي حاطط الستاره بتاعته على ماسوره يعمل الحركه دي. يعني مثلا شفتي مش من هنا في واحده يمين وواحده شمال، هاتي بقى زيها وحطي واحدة في النص. ايا كان هو الشكل بتاعها مش هيبقى باين، يعني مش شرط اللي في النص تبقى اسمها ايه، مش شرط اللي في النص تبقى زي دي، يعني عادي مش هتبقى باينة، فاهمين؟ يعني هاتيها يعني عادي اي شكل يعجبك. انا جبتها كده ليه؟ لان حسيت ان الستارة القماش ده مع الستارة اللي وراها بتاخدها وتقوس كده. المهم قولوا لي ايه رأيكم بجد وبالأمانة. بنات سألتوني فعلا على القماش ده بكام. بصوا والله انا مش فاكره. انا من النوع اللي ايه، عارفين كده اللي بجيب الحاجه واركنها لحد ما يبقى معايا بقى فلوس للخياطه اعملها، انتوا فاهمين؟ اللي هو واحده واحده كده وحبه حبه، يعني فاهمين؟ فانا والله ما فاكره هو كان ب45 ولا هو كان بكام، بس هو تقريبا كان ب45 القماش بتاعه. هو اصلا قماش اللي هو يعني هو مش اللي هو غالي والقيم والحاجات دي. القماش اللي انا كنت جايباه غالي، اللي هو اللي انا شيلته، اللي لسه كنت شايله، اللي هو التاني اللي تقريبا اسمه قطيفة او مش فاكرة اسمه ايه، اللي هو اللون الكافيه التاني اللي انا شيلته.
انما ده قماش رخيص، يعني كده كده ده يعتبر غيار. انت فاهمين؟ يعني ممكن مرة اغير فيه في اوضة الولاد. يا بنتي وطي ايدك، وطي ايدك، تعبتيني طول الفيديو، وطي ايدك. المهم، بصوا الباندا بتاعتي دي والروب، فايه هلاقي نفسي باينه، فاللي هو ايه مش هعرف اصور، هقفل الفيديو دلوقتي واكمل انا مع نفسي. انتوا فاهمين؟ كان خلاص بقى، انا كان خلقي في مناخيري خالص، اللي هو لا بقى، انا سقعت، انا عايزه اخلص بجد حرفيا يعني. والتصوير بجد معطلني قوي قوي. وعايزه اقول لكم الموب وانا بعمل كل شويه ديب في قلب الاستن والقطه هي والاستن. انت فاهمين؟ والقطة هي والستاند. وهنا خلاص خلصت الحمد لله. ده طبعا الكفر اللي كان عندي، ما اشتريتش يعني حاجة من بره، بس الحمد لله الحمد لله. استنوا بقى ايه، هنظبط الدنيا دلوقتي مع بعض. إيه ان الحاجات اللي جواه، اللي هي الرسومات اللي جوه الاسود دي، هي تقريبا لونها اصفر، لونها جولد، فمن بعيد كده يعني اللي يبص لها من بعيد فتحسوها اللي هي لايقة على اللون اللي هو البيج ده. تمام. انا القماشة كنت قايله لكم ان انا اسمها ايه هكويها، ولا كويتها ولا حاجه، لقيتها مش باينه. انتوا فاهمين؟ قولوا لي بقى ايه رايكم. طبعا في متابعة حبيبتي قالت لي ان انا اعملها الفكرة بتاعتها، يعني ان انا يا بنات يعني اضم الاتنين على بعض من فوق كده، فاهمين؟ والم حتة من هنا وحتة من هنا. طبعا انا جربتها والله العظيم بجد جربتها، بس حسيتها شبه اللي انا لسه كنت خلايها، اللي هي لون الكافيه، اللي هي ملمومة من فوق. فقلت لنفسي طب يعني اغير، اخلي دي شكل وايه ودي شكل. فقولوا لي لو دي حلوة ماشي، لو الفكرة بتاعتها اعملها برضو ماشي. هنا بقى كانوا ولادي جم المدرسة، فيهم اللي غير وفيهم اللي لسه. وبصراحة كنت خلاص بقى، ما هو أنا في وسط الفيديو كنت بوقف واروح أعمل بقى لانش بوكس واللي يروح المدرسة، وسلام يا ماما، سلام يا روح قلبي وكده، لحد ما ماما هبطت. اللي هو أول ما جه، بصي يا قلب ماما انزل هات لنا سندوتشات. يا ماما بقى انا لسه جاي معلش ماما حبيبتك. المهم نزل. بصراحه كده بقى ايه، قعدت وصورت معاكم. انا كنت ممكن ما اصورش، بس الدنيا بسيطه وعاديه. وايه، خد يا حبيبي هات لي واحد بطاطس. هات لي واحد فلافل. المهم قعدت، وولادي قعدوا فين؟ تحت الترابيزه دي والله. كانوا قاعدين تحت، وانا قاعده فين هنا؟ هتفرفتوني بقى في ليلتكو دي ولا ايه؟ ويا عيني نزل وجاب لي، قعد ازعق له، يعني مش ده جزيته. فالمهم رحت عامله ايه بقى، قلت طب استنى، رحت فرشه الدفان، قلت كده كده اصلا في ورقه مش هيبقى في زيت يعني ولا حاجه. وقعدنا تحت السفره حضراتكم. جماعة ناس بسيطة كده عادي. في أي حتة تلاقونا قاعدين. يعني نقعد كده في أي حتة، فاهم؟ نقعد على السفرة ماشي، ما نقولش لأ، تحت السفرة ماشي. المهم قعدنا واكلنا الحمد لله وشبعت حرفيا. كنت لا وايه بقى، ده انا قمت عملت لي كوبايه شاي، بس كنت زعلانه قوي. كانش في نعناع، اللي هو عارفين بقى لما تاكلي ساندوتش كده فلافل ومعاه شاي بالنعناع، يا خروشي عليا. في حته تانية كده، البساطه حلوه يا اخواتي والله. والله لما بعمل الجو بتاع البيت والحاجات دي، صدقوني انا مش بتبسط قوي قوي غير بالعربيات بتاعه الفول والفلافل دي. ساعات جوزي يقعد يبقى ماشي كده يقول لي ايه، انت عارفه واحد عايز يقف كده ياكل معاهم، انت فاهمين؟ بس انا بصراحه لا، يعني عمري ما عملتها، هو بيعملها ساعات، انت فاهمين؟ انا عماله اقول لكم فاهمين بنات، سامحوني بقى لما بقعد اقول كده، عادي بتبقى لازمه عندي، فخلاص بقى ما تتضايقوش مني، خلاص عدوها لي، فوتوها لي بقى. المهم، بصوا ده اللي بقول لكم عليه بجد، هو بيرغي ومتعب قوي. كده خلصت بقى خلاص، وايه فرشت المفرش. طبعا كان نفسي ان انا افرش فرش رمضان بالقهوة من يعني على طول، يعني فاهمين؟ يعني على طول بقى، بدل ما اقعد اشيل المفارش واحط. بس انا لما فرشت ما كنتش لسه جبت حاجة رمضان. وعارفين اللي هو انا اصلا يعني كنت خايفة انزل ما اجيبش حاجة او ما، بس لا، هي الحاجات اللي انا كنت بتفرج عليها وبشوفها كده على الفيديو او في اي حاجة، هي الحاجات اللي موجودة. بصراحة بسيطة يعني، ان شاء الله هتشوفوا حاجات، بس برضو في حتة تانية ان شاء الله. هتعجبكم قوي 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 ان شاء الله. ويا رب يا رب كده كل اللي نفسه في حاجة يعملها، يعني بجد ربنا يزيدكم فضل ونعمة وستر وصحة ورضا
بجد دي اهم حاجة، ان ربنا بجد يزيدكوا رضا وستر. والله العظيم دي اهم حاجة في الدنيا. طول ما انتي راضية وصوتك بيبقى فرحان، دي بالدنيا. غير لما تقعدي تقولي كده الحمد لله، اللي هو صوتك زعلان، فاللي هو يعني اللي هو برضو ايه، اهم حاجة احنا من جوانا، فلما نقول الحمد لله يبقى انتي فعلا بتقوليها وانتي فرحانة. بصوا يا خراشي، يا خراشي على الكونكريتة بتاعتي ام 20 جنيه دي. حلوة، مشيلتهاش، تحسوها لايقة على الستارة البيج، على الستارة الكافيه. هي لايقة في اي حتة بتتحط، ما بتقولش لا الست، وعلى قد فلوسها. حطيت بقى الشمعدان. وبصراحة أنا من الناس اللي مش عارفة ليه، مش عارفة ليه، يعني في فانوس كده كان جوزي مثبتهولي عندي قديم يعني، هتشوفوه دلوقتي. المهم عملهولي بقى بالمرة كده بالشنيور والحاجات اللي كان بيعملها لي دي. عايزة اقول لكم يا بنات، وولعت بقى الفانوس وولعت المنظر، لا مش حاسة ببهجة رمضان. مش عارفة الناس اللي بتعلق الزينة قبلها مثلا بفترة طويلة، هما بيحسوا ببهجة رمضان ولا لا؟ بس انا عن نفسي، انا كماي هاوس يعني لا مش حاسة. فاللي هو ايه يعني، ان شاء الله يعني هفرشها معاكم باذن الله، بس علشانكم، بس كأنا لا مش عايزة استخدمها يعني، فاهمين؟ قولولي بقى بجد ايه رأيكم، وعايزاكم بجد كده تاخدوا الافكار من الفيديو. و... والقماش ده بسيط قوي ورخيص قوي، وده كفر، وده عفشي القديم اللي من حوالي 13 ايه، انا قربت اخلص 14 يا اخواتي. اللي هو من كام سنة يعني فاتوا. ممكن تكون معلش الإضاءة عندي مش أحسن حاجة، نجفتي هي 3 4 بلحات كده اللي فوق اللمبة دي، اللمبة البلحة دي، فالإضاءة مش أحسن حاجة قوي، أنا ما كنت معتمدة على الشمس يعني. بس الحمد لله كانت الإضاءة برضو حلوة يعني، صح ولا إيه؟ يعني برضو كانت كويسة. بس هو بقى إيه، مسكت البوفيه ده بالزيت الزيتون يا خراشي بصوا بقى، يا خراشي على جوزي وجماله. بصوا اهو الفانوس علقته، باين اهو باين، الفانوس اهو علقته. اعملوا نفسكم بقى مش شايفاه، عشان لما اجي اصوره معاكم في مشتريات رمضان خلاص. مش هصوره من ضمن المشتريات، لا يعني اوريه لكم من ضمن بقى الحاجات اللي تنور يعني، فاهمين؟ انا قلت بالمره بقى اثبت واعمل الحاجات اللي هتنزل لي تروب. بجد قولوا لي ايه رايكم. هو بسيط قوي يا بنات. الليد دوت انا كنت جايباه، اللي هو الجراب ده اللي حطينا فيه الليد العادي، حطينا فيه ليد عادي خالص خالص. وجبنا الجراب ده كله على بعضه، المتر كان حوالي 16 جنيه. ثبتناه في الحيطة ودخلنا فيه الليد العادي اللي هو الورم، ودخلناه فيه وبسطت نفسي بنفسي من غير فلوس، من غير تكلفة. الجراب جايباه حوالي زي ما اقول لكم كده 17، في اضربه بقى في 3 جناب. تمام. والشريط الاستانلس ده انا مش فاكره كان ب100 جنيه تقريبا، وده كنت جايباه من فتره. ويا رب بقى الفرش والشكل يكون عجبكم. انا عارفه ممكن يكونوا مش احسن حاجه، بس بصراحه حبيت اصدر لكم الطاقه بتاعتي، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، ومع السلامه، باي باي.